السلام عليكم، ازيكم يا حلوين؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا في خير. فاكرين المنبع الجميل قوي ده؟ عبايات دبي وعبايات ليج وعبايات الامارات، كل الحلويات هتلاقوها في الفيديو ده. انا جايبه لكم النهارده كولكشن عبايات بجد بجد، هتتبسطوا منه جدا النهارده باذن الله. شويه عبايات، العبايات الواسعه قوي دي اللي هي بتاعت عارفين ستات دبي بقى، والحركات والتكات القمر اللي هتشوفوها معايا دي النهارده باذن الله. وكمان في منها فساتين سواري زي اللي انتوا شايفينه ده، ينفع جدا جدا سهره، يعني ينفع فرح وكده. السعر النهارده معانا سعره موحد 200 جنيه. المنبع ده انا صورت عنده قبل كده وعجبتكم برضو جدا جدا، ويا رب تكونوا استفدتوا منه ورحتوا فعلا اشتريته. هو فعلا النهارده لقيته بيقول لي احنا جالي فعلا متابعين كتير خدوا من الكوليكشن اللي فات. وفعلا بصوا ده مثلا فستان سواريه، والله العظيم ما في غلطه، فستان حلو جدا، حلو حلو. واللي تحت ده كلوش، يعني عارفين، مش اي حاجه. تمام تمام. يلا بينا بقى يا بنات نعمل ايه؟ نذكر الله، لا اله الا الله، سيدنا محمد رسول الله، وكمان نصلي على حضرة النبي عليه افضل الصلاة والسلام. بصوا الحتة القمر دي، اللون الموف ده، في ناس عشاق الموف جدا. بصوا اللون ده، اللون الاورنج ده خطير خطير. حتة عباية فظيعة والله العظيم، جميلة قوي قوي. بصوا هنا بقى اديتها الواد، كان في واد واقف تمام مع صاحب الفرشة اللي هو سيد الولد ده. قلت له ما تمسك انت الحاجة بقى كده من بعيد ونصورها للناس من ورا ومن قدام، عايزين نوري الناس الحاجات الحلوة دي ايه بتفاصيلها، فاهمني؟ فعلا قال لي حاضر يا استاذة، وقف ايه يصور معايا كده. هو طبعا الولد قصير اعذروه بقى. انا بحاول اخليه يرفع الحاجة لفوق على قد ما بقدر، بس طبعا ايه هو طبعا عشان طفل بقى، فاهمني؟ بصوا بصوا الهبايه قد ايه جميله، يا نهار ابيض. عنده شويه عبايات، انا بقول لكم انتوا ممكن المنبع ده برضو تشتغلوا فيه شغل حلو قوي. وممكن لو خدتوا كذا قطعه، مثلا 10 قطع، يحسبها لكم جمله يمكن. فشوفوا كده، بصوا ده، بصوا ده ينفع دريس، ينفع عباية بيت، ينفع كل حاجة تتخيلوها. حتة دريس فظيع. بصوا في وسع كده من تحت، وفي من فوق قصة وحاجة في منتهى الجمال. بصوا من تحت كلوش ازاي، حلوة قوي، وماتيريال حلو جدا جدا. الشغل ده كله شغل دبي وقطر والخليج والمناطق اللي هي كلها عرب دي، لاني انا الشغل ده بشوفش زيه في مصر. ولو الشغل ده حقيقي شفته زيه في مصر هتلاقوه غالي جدا على فكرة، يعني هتلاقوا الشغل ده غالي جدا. تمام، يعني عباية زي دي لو جبتيها بالماتيريال ده من هنا هتعدي ال 500 جنيه. والله العظيم ما بقول كلام كده، اسألوا على الأسعار. الأسعار اللي كانت ب 200 هتلاقوها ب 400، واللي كان ب 400 هتلاقوه ب 800. تمام. أنا بقول لكم في وقت من الأوقات رحت في سوق غزة اللي بيقولوا عليه ده اللي في الزاوية، قالوا مليان عبايات خطيرة ورهيبة، مش قادرة اقول لكم، رحت ورجعت يعني يا مولاي كما خلقتني، ما عجبنيش حاجة خالص 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 بصراحة. تمام. بصوا بقى العباية دي قد ايه كانت حلوة، وفضلت اقلب فيها شمال ويمين كده كتير من جمالها. فضلت اجيبها كتير كده من ورا ومن قدام ومن الجنب ومن الشمال ومن اليمين، من كتر ما عجبتني قوي قوي. فعلا كانت جميلة جدا. حاجات، والله المكان ده مليان كنوز. طب المكان ده فين؟ المكان ده في شارع بولاق الجديد، اللي هو الشارع اللي جنب زكي السماك على طول. الشارع ده اسمه شارع بولاق الجديد. بصوا العباية يا بنات، بصوا بذمتكم القصة دي شفتوها هنا في مصر؟ اساسا الدوران بتاع الرقبة ده مفيش منه هنا في مصر. الحاجة على الطبيعة على فكرة احلى من التصوير ده، اقسم بالله احلى من التصوير بكتير. يعني وانا بسجل كده عينيا على الحاجة، لا كنت شايفاها في الطبيعة احلى، صدقوني. لما هتروحوا هتصدقوا كلامي ده. بصوا العباية اللي رايحين لها دي، بصوا بقى، يعني بصوا انتوا بقى واحكموا بنفسكم. بصوا قد ايه جميلة وروعة. الواد كان عمال يعدلها على الشماعة. بصوا من ورا ومن قدام، حاجة خليجي اصلي تحفة. بصوا الهوا كان شديد النهاردة، فعمال طبعا يطير الحاجة، عشان كده اضطريت احطها فوق عشان اصورها لكم. بصوا حاجة ماتيريال رائع. بصوا دي
دي طبعا اول ما جيت امسكها راحت واقعه من على الشماعه، فانا دهتله خليته علقها. كانت حلوه قوي برضو، لونها طوبي كده رهيبه. المكان ده لسه ما كملناش. فين؟ في شارع بولاق الجديد، تمام كده. شارع بولاق الجديد، ال- اللي هو من جنب زكي السماك. دخلنا من جنب زكي السماك، هناخد اول يمين هيقابلنا، اول يمين هيقابلنا، تمام. هتلاقوا بتاع عبايات على ايدكم اليمين، سيبوه، مش هو ده خالص، ده بتاع عبايات سودا. هو في الحارة بقى اللي جنبه دي، يعني هتكسروا كده يمين من جنب بتاع العبايات ده، هتلاقوا الراجل ده اسمه سيد. وحرفيا سيد عنده كنوز، كنوز، كلمة كنوز دي قليلة. يعني الراجل ده انتوا هتتفرجوا على شوية عبايات عنده حقيقي، مش يعني لو جبتوا منه عبايات مثلا عباية العيد، صدقوني احلى من اللي هتجيبوها جديد. وروحوا اليومين دول قبل رمضان، لاني متهيألي في رمضان الاسعار بتزيد وبتتوحش، يعني فاهمني. فيعني نصيحة، روحوا اليومين دول هاتوا عباية العيد من عنده. انتوا اساسا من كتر ما هيعجبكم الكوليكشن كله هتجيبوا منه عبايتين تلاتة، تمام. عباية كده ليوم الوقفة، عباية أول يوم العيد كده، سواء بقى هتروحوا تصلوا بيها زي كده، العباية دي ينفع جدا جدا تروحوا تصلوا بيها العيد. بصوا عاملة ازاي، عباية والله العظيم في منتهى الشياكة والجمال. بصوا حاجة روعة. وتروحوا جايبين لها بقى الطرحة، اللون اللي تحت الجراي اللي تحت ده سادة، او يا سلام لو لقيتوا الطرحة فيها خطين كده، خط اللون ده وخط اللون ده، يا نهار ابيض، دي تضرب نار كده، تمام. ففعلا فعلا المكان ده مفقود، مفقود، محدش كتير يعرفه. انا عرفتكم اهو المكان ده، وانتوا عارفين ان انا ما بخليش حتة في الوكالة ما بلفش فيها علشان اجيب لكم الحلو كله. بصوا مثلا ده، العباية دي قد ايه قيمة جدا. بصوا ما فيهاش غلطة، والله العظيم ما فيها غلطة، حاجة كده روعة. شايفين؟ هو الولد بقول لكم عشان قصير، كل شوية عمال يا عيني الحاجة تقع من ايده. فانا طبعا بروح ماسكه حته غيرها وابتدي ايه اعرضها لكم علشان ما تزهقوش برضو. بصوا، لا النهارده بقول لكم كنت بتفرج على تحف بجد، بجد بجد، كنت واقفه قدام لوح كده فنيه والله العظيم. بصوا شايفين؟ بصوا العبايه فيها ايه من تحت، لا فظيعه فظيعه يا بنات، فظيعه فظيعة فظيعة. فروحوا اشتروا. ولو انتي مثلا عندك عروسة، بصوا الفستان ده فستان بنوتة محير، تمام. وينفع لو بنوتة كبيرة كمان. بصوا الفساتين دي، حتى السواري بتاعهم ما تلاقيش منه في مصر، واخدين بالكم؟ القصة دي قصة عرب، ما تلاقيش منه في مصر. ايوه فعلا القصات دي ما فيش منها في مصر. بصوا الفستان ده ما تلاقيش منه في مصر. بصي القصة دي مش قصة مصري خالص. بصوا ده سواريه ناعم نعومة السنين، جميل جدا. بصوا شايفين الجمال والحلاوة. لو انت غاوية عبايات استقبال زي كده، والله العظيم انا دلتك على مكان كنز مفقود والله. الشخص اسمه سيد، والحارة اللي هتخشي فيها من شارع زكي السماك ده اسمها حارة الشبراوي. شفتي بقى انا عرفتك الدنيا كلها ازاي؟ طب حارة الشبراوي دي فين؟ قلت لك ادخلي شارع زكي السماك، تمام، وخدي اول يمين، هو اول يمين ده حارة الشبراوي، تمام. اسألي على سيد بتاع، هو سيد ده جنب، بصي في بتاع عبايات على ايدك اليمين، مش هو ده، ده اسمه خالد وفوزي او خالد وعصام تقريبا، مش هو ده. خشي بقى من يمينه كده هتلاقي العبايات دي مرصوصة كلها كده قدامك على اليمين، تمام. طبعا العبايات السودا حاجة ودي حاجة، فهتلاقي يعني هتلاقيه مميز مفيش غيره على فكرة. يعني انتي ولا هتتوهي ولا اي حاجة، على فكرة مفيش غيره. انت عارفه، انت لو رحتي هناك واتفرجتي زي كده واتبسطتي زي ما انا اتبسطت كده، انت هترجعي كده بتدعي لي كده، لانك هتجيبي شويه حاجات من هناك. والا بقى لو حضرتك كده بتشتغلي في الحاجات دي، صدقيني انا يعتبر دليتك على كنز الكنوز. بصوا بصوا، يعني القصه بتاعت الكم نفسها بتاع الفستان، القصه دي في منها في مصر؟ بالله عليكم احكموا انتوا وقولوا. بصوا العبايه وجمالها، بصوا يا بنات، بصوا الشغل اللي على الكم واللي على
لا لا، عبايات حلوة بجد، يعني عارفين شوية كنوز كده كانت مختفية عننا. وما اظنش ان في اي قناة عرضت الحاجات دي. يعني انا من نوع ان انا بحب ادعبس قوي، يعني ممكن تلاقوني جايبة اخر حارة كده، وممكن اخر حارة دي تلاقوا فيها الحاجات اللي ما تلاقوهاش بره على الرئيسي. ده حقيقي وارد. بصوا العباية دي كانت من الكوليكشن اللي فات على فكرة. انا عرفتها على طول عشان هي المرة اللي فاتت عجبتني قوي. بصوا، بصوا ده فستان سواريه وكتاب الله. والله العظيم فستان سواريه عجبني قوي برضو. بصوا، شايفين؟ شايفين العباية وجمالها؟ ايه ده؟ ايه ده؟ عباية استقبال على فكرة. بصوا، هوريكم برضو هنا كام حاجة برضو أبهرتني جدا، أبهرتني قوي. بصوا زي دي، يا خراشي على دي، عباية فظيعة، فظيعة. انتوا بقول لكم لو لبستوا العبايات دي، عارفين انتوا عبايات الأميرات؟ انتوا كأنكم كده لابسين عباية، كأنك أميرة كده لابسة عباية. تمام. تروحي بقى، لو انت مثلا شكلك هيبقى حلو بالتربون اللي هي فوق الشعر فوق الراس دي، اعمليها كده يوم اول يوم العيد التربون، وخلي التربون يكون لون مدي من لون العباية. تمام. شفتي بقى؟ يعني انا بديكي كمان افكار تعملي ايه، فاهماني؟ او اللي هو البونيه ده، هو البونيه عامة حدثوه، خلوه تربون. بصوا شايفين دي؟ شفتوا الفوشيا دي كانت فظيعة ازاي؟ يعني شوية عبايات عايزة بصي تجيبي شوال حضرتك وتلميهم كلهم كده، وكل يوم تلبسي وتظبطي. كل ما يكون حد طالع عندك حضرتك طلعي عباية من دول والبسيها. لو الناس اللي بيجولك ما انبهروش كده من العبايات بتاعتك، يعني هيقعدوا يسألوكي كده كتير جدا، جايباهم منين، جايباهم منين؟ لازم تقولي لنا، قولي لهم جايبه العباية دي ب1000 جنيه. صدقيني هيصدقوا، لان العباية دي فعلا تعمل 1000 جنيه. تمام. فانا كده عملت اللي عليا معاكي للاخر، جبت لك كل حاجه حلوه. لو انت بقى اول مره بتشوفي قناتي وعجبتك الفكره، يلا بقى اشتركي في قناتي، هتنوريني جدا جدا. انا عندي 3 قنوات على فكره، مش دي بس، كل القنوات بتاعتي نفس المحتوى، محتوى ملابس الوكاله الجميله دي، والحاجات المدفونه في الوكاله اللي محدش كتير يعرف هي فين ولا مكانها فين. شفتوا دي كانت قد ايه جميله برضو، شيك جدا. تمام. تمام. واعملي بقى لايك للفيديو فضلا منك وليس امرا، طالما اتبسطتي فيديني بس بلايك قبل ما تخرجي. وكمان شيري فيديوهاتي لاصحابك واخواتك عشان الكل يستفيد، وكلنا نستفيد من الكنوز المختفيه اللي محدش لاقيها دي. بصوا، بصوا العبايه فظيعه، فظيعه، تنفع خروج والله. العبايه دي جميله جدا. تمام. تمام. واحنا في اخر الفيديو، اتمنى تكون فيديوهاتي بتعجبكم ونالت. طبعا ما تنسوش، هسيب لكم رقم سيد تحت الفيديو في اول تعليق مثبت، وكمان هسيب لك العنوان كتابيا برضو، وكمان هسيب لك لينكات قنواتي التانية علشان تدخلي وتنوريني وتستفادي من كل حاجة بجيبها. بكتشف لك الاماكن المدفونة كلها في الوكالة، ما بخليش خرم ابرة في الوكالة الا لما بجيبه على قنواتي عشان تستفادي. يعني كل الاسرار هتلاقيها على قنواتي التلاتة باذن الله، باذن الله. ودايما مع بعض مكملين. كنت معاكم شيرين كمال من قناة الحق العروض مع شيرين، وفي قناتين تانيين هسيبهم لك، ما تنسيش تحت الفيديو في اول تعليق مثبت. تمام. تمام. ورقم سيد وكل حاجة. يا رب يا أمرايا ما تكونيش نسيتي اللايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.